واش في راسكم الاعلام التونسي اليوم نوض قرباله كبيره وتاريخيه؟ واش في راسكم اليوم الاعلام التونسي حس بهذاك الاحساس بالظلم اللي تظلم به المغرب في نهائي ديال كاس افريقيا اللي جرات عندنا هنا في المغرب؟ واليوم كيشوف السنغال واخا تشوف ضربه جزاء مشكوكه فيها ولكن ما قادرينش يهضروا. قال لك علاش المنتخب السنغالي ما انسحبش وعلاش ما قدرش يديرها؟ هنا كيبان بان الظلم اللي تعرض له المغرب كان حقيقه وكل شيء ساق الاخبار، والفانتينو عليها خرج بهذاك القرار الجديد ديال الفيفا اي واحد انسحب غادي رسميا يتمنع ويتحسب خاسر ب3 ديال الاهداف وعقوبات ماليه صارمه غادا تكون. والكارثه الكبيره اللي وقعت على المنتخب السنغالي، اللاعبين قالك ما غاديش نزيدوا نلعبوا مع المنتخب السنغالي. تيمشي هاد بابي تياو ربي فضحوا ماشي كاس افريقيا، فضحوا قدام العالم، كاس العالم وكلشي كيتفرج فيهم. في الدقيقه 120 كيعطيوهم ضربه جزاء وكيساليو مع المنتخب ديال السنغال. اليوم كنشوف الاعلام التونسي هو الوحيد من كاس افريقيا وكنحس بهم معانا وفي جنبنا ودائما كيبغيو لنا غير الخير، ما كنسمعوا منهم الا الكلام الزوين عكس الكراغوليين والهداويين. تخيل معايا الاعلام الجزائري كيهضر على جميع المنتخبات، كيوصل للمنتخب المغربي اللي خدام كيجيب له العز وكيدير الافتخار للعرب وما كيقدروش يهضروا. الاعلام التونسي اليوم نوض قرباله، ونخليكم نتوما اللي تشوفوا وحكموا. قبل ما تشوف الفيديو حرك لي هذاك اللايك واعطيني شي تعليق ونحس بك انت مستمتع وفرحان وممتع بهذا الشيء اللي كيديروا التوانسه تجاه المغاربه. غادي نستنى التعليقات ديالكم واحد ويلا على بركه الله. كأس العالم الساعة وواحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل البارح، أكيد برشا ناس تفرجت ومن بينهم الكابتن هو هزيمة خروج السنغال من المونديال في الدور 32. أي والله سي بيان طورت اللي تتابع في الكل هاي حتى البارتيات نتاع صباح بكري في الاستوديوهات التحليلية وصباح بكري ونعمر المونجيلا وكل عيون لا تنام سامح الله نعم ردوا بالكم على بلا يسكت سيبنا يطلي حتى نشد بلاستيين. دونك البارح السنغال تغادر امام المنتخب البلجيكي بعد ما كانت فايزه 2-0 الى اخر لحظات قبل الدقيقه 90 تقريبا، كانت رابحه 2-0 السنغال حتى الدقيقه 86 وين سجلت البلجيكا زوج اهداف عن طريق روميلو لوكاكو وايضا تيلمانس في الدقيقه 86 وايضا الدقيقه 89 الشيء اللي خلاهم يمشيوا للحصص الاضافيه. في الحصص الاضافيه في الدقيقه 120 زائد 5 معناها اخر دقيقه في المباراه يحتسب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز ضربه جزاء لمنتخب بلجيكا ويتم تسجيل عن طريق تيلمانس، بالتالي السنغال تغادر المونديال. نرجع بعد نحكيو على ضرب الجزاء هذا سمح لانه مهم جدا باش نحكيو عليه واللي صار بالنسبه للسنغال، لكن بعد الهزيمه يبدو انه صارت برشا مشاكل خاصه واللوم اللاعبين لمدرب السنغال باب ثياو على التغييرات اللي عملهم، لانه باب ثياو بعد ما كان أخرج كل من ساديو ماني وإدريسا جاي في الدقيقة تقريبا بداية الحصص الإضافية، تلقى بعد معناها ولات السنغال تتراجع وأيضا سيطرة لمنتخب بلجيكا، رغم أنه السنغال حتى كي حاولت تهاجم وقتها تهاجم وهي رابحة 2-0 قبل دقيقة 90 قبل زوز أهداف، ثم عاود نفس الغلطة خرج زوز أبرز ملاعبية وجات ضربة الجزاء. في تصريح بعد المباراة ثياو مدرب السنغال حكى على المباراة هذه وعلى الهزيمة، حكى على حاجتين سماه، حكى على الحاجة الأولى على التغييرات، يقول لكم لاعبيتي تعبوا خرجتهم، وأيضا حكى على ضربة الجزاء. نسمعوا باب ثياو شنو حكى ونرجع نعلقوا. On est éliminé, ça fait mal, c'est sûr. Après voilà, faut féliciter l'équipe qui a tout donné, mais malheureusement on n'a pas pu gérer quand on menait 2-0 et après une fois qu'ils sont revenus c'était pas facile. Après le penalty, bon, ça peut se commenter, ça peut, voilà, chacun son interprétation. Et moi, je veux pas rentrer dedans. Donc voilà, faut féliciter l'équipe de Belgique qui est passée et nous, voilà, on s'arrête là. L'équipe adverse a éliminé à 4 minutes de la fin. Est-ce que vos changements étaient performants et bons? Bon, je pense que, bon, écoutez, parce qu'il y a des moments, c'était on avait des problèmes physiques, donc il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui pouvaient plus aller, donc on était obligé de faire des changements. Et voilà, après une fois qu'on perd, on peut pas dire que c'était payant parce que quand même on a eu l'avantage. Maintenant, voilà, faut accepter, c'est le football. الفو اكسبتي. نرجعوا لها سماح جوست خلينا نحكي ساعه على التغيير اللي هو خرج باب جاي في الدقيقه 66 وقت كانت السنغال رابحه 2-0. نفس اللاعب باب جاي بعد المباراه خرج في تصريح يقول لك يصرح يقول انا راني ما تعبتش، كنت بيان فيزيكمون
ومانيش فاهم علاش المدرب خرجني، لكن نحترم قراراته. لكن من بعد نفس اللاعب بعد المباراة ينشر ستوري على حسابه الرسمي على انستغرام ملخص شنو يقول فيه، يقول لك انا باش نعمل بوز ولن العب مجددا في منتخب السنغال مادام هذا الاطار الفني موجود. دونك هنا نفهموا ديجا الخلافات اللي صارت وشنو قاعد صاير في منتخب السنغال. الحاجه الثانيه نرجع لك عليها هي لقطه ضربه الجزاء والتصريح نتاعو كيفاش يحترم ثياو القرارات تاع الحكم. قال ما نجم ممكن نهنيو منتخب اسباني وضربه الجزاء جات دقيقه 120 زائد 5 في فينال كاس افريقيا. شنو صار؟ وقفت الدنيا وانسحبوا وهبطوا الفيستيغ ورجعوا وتنحى لهم من بعد وهزوا كوب افريقيا. سبحان الله سبحان الله بالضبط. سيد العميد شنو صار المره هذه؟ السنغال ما تنجمش تعمل نفس الشيء في كاس العالم لانه تو سامبلومون بعد الحادثه نتاع الكوب دافريك الفيفا خرجت قرارات صارمه جدا واكدت فيها انه اي منتخب باش يحاول ينسحب ولا يعمل اي لقطه يوقف اللعب ولا يوقف حتى اللعبه حتى احتجاجات اكثر من اللازم. الكوب دافريك قدام المغرب اللعب وقف اكثر من 15 دقيقه بالضبط وانسحبوا ورجعوا وكملوا وتدخلات كلوب روا هبط من الجرادان وصار ما صار معناها وقتها. لكن المره ذي الفيفا بعد تعديلات جديده تقول لك انه ما يجوز للحكم انه يعمل اي حاجه تخلي اللاعبين ينسحبوا. في صوره الانسحاب فانه الفريق المنسحب يتسبب في الغاء المباراه ويعتبر خاسرا من حيث المبدا. دونك اليوم والفيفا ما حددش دقائق يقول لك الانسحاب الخروج من فوق الميدان بالضبط هذاك يعتبر انسحاب يخسر وزيد بعد يجي عقوبات تأديبيه. دونك تمشي للبنك تعملهم اليوم وانت تعتبر خاسر. دونك السنغال في الاخر الملخص حبيت نقوله من هذا الكل انه السنغال في الاخر نجم تعمل شيء ذي كان في الافريق نجم تعمل شيء ذي كان تكون مسنوده بشخصيات في افريقيا بينما في كاس عالم امام انظار العالم تنجم تعمل حتى شيء. رغم انه ضربة الجزاء اللي تم منحها المنتخب البلجيكي يا سماح وحسب شبكة أرشيف فار شبكة متخصصة في تقنية الفار وفي تحليل الحالات تقول لك الشبكة هذه أنه ضربة الجزاء اللي تم منحها من الحكم سعيد مارتينيز للمنتخب البلجيكي ما هيش مؤكدة وأنه لا يوجد خطأ واضح يستوجب احتساب ركلة جزاء وأنه اللاعب البلجيكي تعمد الاحتكاك دون وجود مخالفة واضحة. معناها اليوم ضربة الجزاء ما هيش واضحة والحكم والفار ظلموا السنغال لكن رغم الظلم وهم متأكدين انه هم ظلموا ما نجموا يعملوا حتى شيء. بالتالي نعاود ديما نقول انه ديما في الاخر نتقوي وكان على بعضنا وانه منتخب السنغال في الاخر يعمل شيء ذي كان في الافريق وانه يعمل امام خاصة المنتخبات العربية وشفنا حتى الاستفزاز اللي صار. انت قلت هذا لكن كذلك قلت على قرارات الفيفا حتى قرارات الفيفا راهي تحسب في هذا ممكن كان ما يجيوش القرارات بهذه الصرامة. شفنا بعد الخروج على النص وعلى الميدان في كأس العالم خاصة من المنتخبات اللي تحس أنها اتظلمت. طالين السنغال هو قانون خارق العادة وكان جاء القانون موجود في الكوب دافريك ما يخرجوش ولا معناه ما عادش حتى ولو ملاعب يخرج يمشي وكذا هذا سي فيني معناها كيفاش يقولوا يخسروا الماتش سي لو تابي ولا سي بيان بون كوب دي موند. شو تو السنغال كيفاش تأهلت كمش الجزائر بشق الأنف فهمون شيء. ثانيا أنا خويا أنا عندي برنسيب أحترم قرارات المدرب خاطر ما نجمش نحكم أنا تو بعد نهارين مدرب غلط ولا ما غلطش. لازم تكون أنت في الدقيقة 86 على بنك السنغال شو قاعد يخمل واحد وعنده الحق خاطر لا فاتيك يكذب عليك والماتشات هذوما إليميناسيون ديريكت مشكل الماتشات الآخرين معناها فيها برشا توتر فيها برشا كذا ايبي لا كاو لازم يغير. المغرب غير 3 ملاعبيه لاكلي لو كور دو جو وليد يعقوب ودياز والعناوي ودخل الناس تقول ما عندوش خبر دخل 3 ملاعبيه 20 21 او المره اللي مازال يدخل شو اسمه صبري هو صبري عمل والطالبي ذاك طالبي زكي دخل الطالبي عطاه عمل له جيست تكنيك عمل سنتراج جاب بونت ولا بالضبط معنيه
الطلياني ديما يقول انا ضد التدخل في قرارات الحكم، خاطر اون بو دير اللي نحب هكا واحنا قاعدين افخوا واحنا قاعدين ننظروا، موش وانتي سو سيت بريسيون انورم جيغانتسك في كاس العالم. نذكروا انه ابرز انجازات منتخب السنغال كان بطل كاس الامم الافريقيه 2021 صارت في 2022 بسبب الجائحه. اول لقب قاري كان في تاريخ السنغال، وكذلك افضل انجاز للسنغال في كاس العالم لكره القدم كان الوصول الى ربع النهائي عام 2002 بعد الفوز التاريخي على منتخب فرنسا في المباراه الافتتاحيه. وفرنسا هذوما الانجازات القاريه في كاس العالم بالنسبه للسنغال. اي لو مير 2002 اي 2002 اي مساعد مدرب خرجت من الدور الاول ذاك الارمادا هذيك الكل. فما حاجه سهل واحد يرفي لو ماتش ما الماتش فيه بعديش يجي لابخي ماتش سهل برشا بعديش كان لعب هذاك وكان عمل كان ما فماش واحد يلزمو يتعلم يحكي على الماتش اللي صار واللي فيه. اما فما عندك حاجتين وبيان رفي لو ماتش خايبه وبيان قبل الماتش فهمتي ولا يوليوا يتكهنوا كذا. اللي ما دربش واللي ما لعبش ما يعرفش الضغط تاع المدرب فك الانستون تي هذاك فهمتي ولا سيتو واضح. بالضبط راهو كيما احنا في المباشر سهل برشا باش من بعد حد يجي يقول لك شبي قلت هكاك نورمالمون تجاوب لانفيتي هكا نورمالمون تقول كذا نورمالمون اما راهو اجا في المباشر اجا ميكرو محلول يسمعوا فيك الاف الناس انت سو كيل بريسيون الله اعلم انت شنو اللي عندك شنو هي الظروف نتاع المباشر اللي انت فيه سهل برشا باش ينظر عليك حد من بعد يقول لك شبي قلت هكا ولا هكا. دونك راهو لا بريسيون يلزمنا نقراو لحسابها. كلمه واحده انا تفرجت في الماتش انا حسب رايي في الوقت هذاك بالضبط دقيقه 86 جماعه السنغال ربحوا الماتش قبل ما يوفى في مخاخهم ظاهره خاطر ايزون رولاشمون كامل معناها قال لك صحيح فيها الوقت هو المدرب وصل لهم الميساج هذاك يعمل تغييرات اربع دقائق بالضبط تفرجوا الماتش كانوا يلعبوا فجاه وخروا تالي وزون بيسي لاغارد وسيبوا وخرج احسن ملاعبيه. على كل حال انا في بالي ربحوا في مخاخهم قبل ما يوفوا وهذه غلطه كبيره عملوها زوج فرق داير حتى الاخرى الكونغو رابحه واحد بلاش وضربت على البار باش تمركي الثاني وعملوا هكا واخروا تالي سيبوا كانوا شادين الماتش راه دونك زاد برشا خبره وبرشا نو جامي فوندر لا بو دو لورس افون دو لافار توي. عمرك ما تبيع جلد الدب الا ما تقتل وتشد القاسم المشترك بين خروج بين القاسم المشترك بين اقسام يقولوا هما انسحاب مش انسحاب اقصاء انسحاب كي انت تنسحب واحد اقصاء كوت ديفوار كونغو وهذه كلهم كانوا رابحين. وقتاش تمركب البونتوات في الاخر 75 بارك الله فيكم 75 مينوت و 86 وال 86 لعنه هذه اخر الماتش عليه اخر الماتش يعيا الانسان يعيا مونتالمون يخرج من الماتش. وتو نعمل لكم انا عندي ستاتيستيك نتاع الماتشوات اللي تهزت في لي دانيير مينوت مع اكبر مع البرازيل ومع انجلترا مع دونك احنا هنا افير ا دي زومان اي نون با دي روبو يعيا ما عادش عنده لوسيديتي كي ما عادش عندك لوسيديتي ما عادش عندك القرار اي بي باقي ننساو اللي عندنا منافس كبير قدامنا وعنده دي زامبيوتي كبار كيما هاي يعني ما تنجمش ما تصدقش احنا انجلترا 2018 ما تصدقش ما تصفقش ما تعيطش قبل صافره الحكم ما تصدقش. اصدقاء ديالي خوتي المغاربه العزاز كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو كيف جاكم الاعلام التونسي اللي كنحييه من القلب ديالي. خلينا كاين شي قنوات كيحاولوا ينقصوا من قيمه الاعلام التونسي تجاهنا ولكن راه الاكثريه 70% الاعلام التونسي غادي مع المغرب لوطو وهما اللي كيعترفوا بقوه المنتخب المغربي. خلاصه القول راني قلتها ورا القنوات اللي كيضربوا في التوانسه راه معروفين وباينين. اصدقاء ديالي خلاصه القول كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. حرك لي هذاك اللايك بارطاجيو لينا الفيديو تهلاو لي في راسكم. السلام عليكم.